السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة موضوع مهم قوي قوي ومزعل أولياء أمور كتيرة ومزعل مدرسين كتيرة، وهو صعوبات التعلم في الرياضيات أو في الماث. ابنك مش عارف يحفظ الأرقام لحد دلوقتي، مش عارف يحفظ من 1 ل10، أو مش عارف يحفظ من 1 ل 10 لحد دلوقتي. بيتلخبط في اتجاهات الحروف، يعني الارقام، اسفه، اتجاهات الارقام. الفايف في الانجليش تلاقيه عاملها بسطه كده، التلاته في العربي تلاقيها بسطه العكس. مش بيعرف يفرق او بيتلخبط بين الارقام المتشابهه زي الاثنين والسته، زي في الماث ال6 وال9 مثلا. عنده مشاكل، مش عارف الرقم الكبير ايه والرقم الصغير ايه. مش عارف يعمل تسلسل للارقام، مش عارف يعمل تسلسل اكبر من الاكبر للاصغر او من الاصغر للاكبر، مش عارف يعملهم. مش عارف يعمل الرقم اللي قبل واللي بعد، يعني لو قلت له ال5 قبل ال5 ايه مش عارف، بعد ال5 ايه مش عارف. او مثلا مش عارف يستخدم افتر وبيفور في الماث، يعني مش عارف تقولي له مثلا ال افتر 3 ايه، طيب بيفور 4 ايه، بيفور 8 ايه. مش عارف يستخدم افتر وبيفور. طبعا مش عارف يجمع، ولا عارف يطرح، ولا عارف يجمع بالتحميل او يطرح بالاستلاف. كل مشاكل الرياضيات سواء بندرسها رياضة بالعربي او ماث بالانجليش، بنلاقي اطفال كتير جدا بيعانوا من الحاجات اللي احنا قلناها دي، وبتبدأ معاهم في صعوبة تعلم الارقام اساسا من الاول. هو مش قادر يحفظ الارقام، كل ما حفظه رقم ينسى اللي بعده، كل ما حفظه رقم ينسى اللي بعده، ومش بيفرق. بقالنا سنة من 1 ل5 او من 1 ل5 واشاور له على الرقم مش عارف ايه الارقام دي. وفي اللي حفظ الارقام لكن بيلاقي صعوبه ومشكله في بعد كده المهارات بتاعه الرياضيات، زي ما قلنا الترتيب التصاعدي والتنازلي، اكبر من واصغر من، الجمع والطرح، افتر وبيفور، قبل وبعد. كل دي مشاكل مقابله الولاد معاكم، وكل دي حاجات مأزماكم، مع انه ممكن يكون شاطر جدا في العربي وشاطر جدا في الانجليش، لكن الصعوبه عنده في الرياضيات وفي الارقام فقط. لكن في المواد التانية كويس، وفي بيبقوا ضعاف في المواد كلها او عندهم صعوبات في المواد كلها. بس احنا النهارده هنخصص الرياضيات والكلام عن الصعوبات التعلم في الرياضيات. طيب، هي ايه المشكله اللي حصلت عند ابني اصلا؟ ابنك لما يعاني من الحاجات اللي قلناها دي، انه مش عارف يحفظ الارقام ومش عارف يفرق بين الرقم الكبير والرقم الصغير، يبقى انت في البدايه ما علمتوش المهارات الحياتيه كويس. يعني الطفل ده اللي بيعاني من اللي مش عارف الرقم الكبير من الصغير، مش عارف يسلسل، مش عارف يرتب، مش عارف قبل وبعد، الطفل ده ما تعلمش المهارات اللي هي ما قبل الاكاديمي صح، ما تعلمهاش صح. في قبل الرياضيات مهارات اسمها ما قبل الاكاديمي. هل ينفع يتعلمها دلوقتي بعد ما كبر؟ ينفع في اي سن ان هو يتعلم ما قبل الاكاديمي في اي سن. اولا ان الطفل في البدايه خالص لما بنيجي نعلمه المهارات اللي هي ما قبل الاكاديمي، بنعلم حاجات حياتيه. في اطفال بيكتسبوها عادي من خلال الحياه، الحاجات الاكبر والاصغر، وفي اولاد لازم تشاوري له هي دي اكبر واصغر. يعني احنا ما علمناهوش مثلا ان دي مثلا برتقانه كبيره ودي ليمونه صغيره، ما علمناهوش واحنا بنتكلم كلمه اكبر وكلمه اصغر من هو صغير، من هو 2 سنين ومن هو 2 ونص ومن هو 3 سنين. المفروض لما باجي اتكلم معاه او اعلمه اقول له مثلا ايه، هات الطبق الكبير، ما عرفش ان ده الطبق الكبير وده الطبق الصغير، ما عرفش ان البرتقانه دي كبيره والليمونه دي صغيره، وبالتالي مش هيعرف يسلسل تصاعدي ولا تنازلي. ما هو مش عارف اصلا الاحجام، هو انت ما علمتوش الاحجام، لان الحاجات دي بنتعلمها حاجات من البيئه اللي حوالينا وحاجات عينيه قدامنا، وبعد كده لما بندخلها في الارقام بيبدا الطفل يدركها. لكن انت وهو صغير ما اهتمتيش ان انت تقولي له ده كبير وده صغير ودي وسط، ما تعلمناش ان احنا نمسك حاجات ونرتبها. يعني دي البطيخه دي كبيره، وبعدين البرتقانه اصغر منها شويه، والليمونه اصغر خالص،
ما تعلمناش واحنا بنلعب في المكعبات يلا نرتب المكعبات دي من الكبير للصغير، يلا نحط اكبر واحده واصغر والوسط بعد كده والصغيره والصغيره. ما تعلمناش ان احنا نطلع اكبر واحد في المجموعه واصغر واحد في المجموعه. كل دي اسمها مهارات ما قبل الاكاديمي، مهارات ما قبل الاكاديمي. يعني احط له مثلا حاجات كتيره تكون متشابهه واقول له طلع لي اكبر حاجه فيهم، وحاجات تانية برضو متشابهه طلع لي اصغر حاجه فيهم باي حاجه، ان شاء الله كتاب كبير وكتاب صغير وكتاب وسط طلع لي اكبر كتاب، معلقه كبيره ومعلقه صغيره ومعلقه وسط طلع لي اكبر معلقه، طلع لي اصغر معلقه، طلع لي اكبر طبق، طلع لي اصغر طبق. والالعاب برضو بتاعته ممكن نستخدمها في موضوع اكبر واصغر. تاني حاجه برضو مهمه قوي ان هو يسلسل لك او يرتب لك الحاجات اللي قدامك. تمام. ما علمناهوش قبل وبعد في المهارات الحياتيه. ما قلتلوش مثلا قبل ما بناكل بنعمل ايه؟ بنغسل ايدينا، بعد ما بناكل بنعمل ايه؟ بنغسل ايدينا واسناننا. ماشي. ما قلتلوش مثلا ايه النهارده الخميس، طيب قبل الخميس في يوم ايه؟ طب بعد الخميس في يوم ايه؟ نحاول نعمل كده دايما، نستخدم في المهارات الحياتيه كلمه قبل وكلمه بعد. خلاص. طيب احنا هنبدا نشتغل مع الاولاد في الحاجات دي اللي لازم اعرفه الكبير واعرفه الصغير واعرفه ان الترتيب التصاعدي والتنازلي في الادوات وفي البيئه الحياتيه بتاعته قبل ما ادخل على الارقام. طيب ما علمتوش كمان اللي هو الاختلاف، طلع لي الصور اللي هي بتبقى ثواني اجيبها لكم. بصوا يا جماعه الحاجات دي مهمه لما قبل الاكاديمي جدا جدا. يعني بصوا دي ما الاختلاف دي موجوده في كل حاجه، في كل موجوده البطاقات دي في كل مكان. اهي دي بطاقات محمد خورشيد وموجوده على النت في كل حته، وفي حاجات تانية غيرها، يعني في حاجات تانية غير دي. عايزه احاول الاضاءه ما تجيش عليها عشان الاسم يبان. اهي لحد ما باينه اهي. ما الاختلاف دي موجوده حتى على الالعاب اللي في الموبايل بتاعهم. احنا لو فتحنا العلبه دي كده هنلاقي فيها حاجات جميله خالص، يا رب تكون مترتبه. انا كنت مستخدماها وشكلها ما ترتبتش، بس انتوا طبعا هتعرفوا تستخدموها ازاي، وسهله جدا جدا. يعني ادي صورتين بنتين، هو الكروت كلها عباره عن كده، وصورتين من كل حاجه، وبيطلع الاختلاف اللي بينهم. دي مهمه قوي 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 في ما قبل الاكاديمي. الالعاب دي نهتم بيها قوي لاولادنا من اول 3 سنين. تمام. بيبدا يشوف الصورتين اللي شبه بعض ويطلع المختلف اللي بينهم ايه. ما الاختلاف بين الصورتين، ما الاختلاف بين الصورتين. جبتي كروت زي دي تمام، ما لقيتهاش وجبتي على الموبايل وهو يطلع الاختلافات على الموبايل تمام، لكن بالكروت طبعا افضل بكتير جدا جدا. عماله ادور لكم على حاجه، هي هم كلهم طبعا صور متكرره، بس انا عايز اشوف لكم بقى اتنين شبه بعض بالظبط. فدي مهمه جدا 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 ان احنا نقولها مع الاولاد. هي دي اللي هتعلمنا، هي دي اللي هتعلم الولاد ما قبل الاكاديمي، ونيجي نحط لهم الارقام الموضوع هيبقى في منتهى السهوله. تمام. كروت كتير قوي 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 ما شاء الله. يعني انتوا هتلاقوها ممتعه مع الولاد، واحنا كده بنشتغل بهدف معين طبعا، مش بنشتغل وبس. تمام. عايز اقول لكم على البطه، والولد ده برضو في منه تاني، الولد اللي زيه حلو قوي، والصوره اصلا بتشد الاطفال جدا جدا. يعني مش عارفه في ايه، الدنيا بايظه ليه ومش لاقيه اتنين شبه بعض، بس انا عندي كروت كتيره. تمام. هصنف لكم الكروت واوريها لكم عشان تشوفوا قد ايه جمالها وقد ايه بتاخد وقت ممتع قوي قوي مع الاولاد، وفي نفس الوقت احنا لعبنا واستفدنا بطريقه ايه جميله وبطريقه ممتعه للولاد. كده انا ظبطتهم كلهم، كانت الكروت داخله في بعضها بس عشان كده كنت مستغربه. بصوا يا جماعه احنا قلنا ما الاختلاف، ادي علبته اهي ما الاختلاف. شايفين بقى الجمال؟ شايفين كام كارت اصلا؟ مجموعه كبيره جدا جدا. يعني مثلا ادي الاختلاف بين الصورتين دول،
حاجه ممتعه وجميله بين البنتين. دي لابسه بنطلون، دي لابسه جيب، دي لابسه الشوز بتاعها عامل ازاي، والتانيه لا مختلف اهي. تمام. هنا مثلا البنتين لا تتخيلوا بقى دي بتنمي مهارات قد ايه عند الاطفال. شايفين المكتب بالكراسي بتاعته بيطلع الاختلاف. شايفين الطياره، والطياره دي بقى لها ذكرى جميله قوي قوي مع طفل كان عندي، وكنت بوري له دول الاثنين دول، فقال لي في الاول ايه الاختلاف، قال لي الطياره دي حمراء والطياره دي خضراء. طيب وايه تاني؟ قال لي هنا في سحابه وهنا في سحابتين. قلت له تمام صح، مش عارفه عايزه اوضحها لكم. وايه تاني؟ قال لي دي هتقع ودي مش هتقع. شفتوا بقى التفكير المنطقي، وانك اشتغلتي على الطفل على التفكير المنطقي. هو فعلا قال حاجه منطقيه، يعني هو ما قالش ان دي ليها جناح واحد ودي ليها جناحين، لا هو تخيل ان اللي ليها جناح واحد هتقع واللي ليها جناحين هي اللي مش هتقع. فطبعا ده ذكاء منطقي، وانت بتنمي الذكاء جدا عند الاطفال باللعبه دي. ادي البقرتين عايزه اوضحهم. تمام. كله بقى بالطريقه دي، كله جميل جميل، كروت جميله وواضحه والوانها تحفه، وبتنمي عند اولادنا حاجات كتير بدل ما نسيبهم للتليفون طول النهار عمال ياخد من طاقتهم. طبعا عندنا ايه تاني نستخدمه علشان ما نعانيش من موضوع صعوبات التعلم في الرياضيات؟ عندنا هنا ما الخطأ. ما الخطأ. ما الخطأ يعني ايه ما الخطأ؟ يعني انت عندك هنا صورة فيها حاجة غلط، طلع لي ايه الغلط اللي قدامك. وده بعد كده بينفعه في التصنيف، ان انا اصنف الحاجة او اطلع الحاجة المختلفة، او اطلع الرقم المختلف، او اطلع الشكل المختلف اللي هو اكمل بنفس التسلسل، كمان بتنفع جدا. او مثلا اكتشف النمط اللي انا ماشي بيه ايه، او اطلع الشكل المختلف من وسط الاشكال، لان يعني ده درس عندهم برضو في الرياضيات ان بيطلع الشكل المختلف. يعني مثلا هنا ما الخطأ، يعني هنا بصوا ما الخطأ، البنت لابسه الساعة في رجليها فما ينفعش طبعا. تمام. هنا ما الخطأ ان الولد لابس تيشيرت اكبر عليه جدا، كبير عليه جدا. ايه المختلف؟ هل ينفع اللي بيبيع على عربيه الفول يبيع عليها تلفزيونات وراديو؟ ما ينفعش. ما الخطأ في الصوره دي؟ انت شايف ايه الغلط؟ المركب ليها عجل، طبعا العجل ما بيمشيش في البحر. ما الخطأ؟ ان هنا ماسك ايه؟ رابط السمكه في حبل وماشي بيها بدل الكلب او القطه. هنا ما الخطأ؟ انه ماسك المقشه بالطريقه الغلط وبيكنس بطريقه غلط. شايفين؟ انتوا اكتشفوا الخطأ، انا مش هقول اهو. يلا قولوا له انتوا ايه الغلط. فيل عايش في البحر مع السمك. ايه الغلط؟ ايه الغلط في الصوره دي؟ ممتعه من اول 3 سنين نبدا نستخدمها. ايه الخطأ في الصوره؟ انتوا اللي هتقولوا بقى مش انا. ايه الخطأ في الصوره؟ خدوا بالكم بتتدرج من الصعب للسهل، من الصعب للسهل. ما الخطأ؟ ما الخطأ؟ الزرافه لابسه كرافات. ما الخطأ؟ ما الخطأ؟ عنده 3 عيون. ما الخطأ؟ شايفين؟ الدنيا بتمطر وهو قاعد مولع نار، بيقعد على كرسي صغير. ما الخطأ؟ قولوا. ها؟ تعلق الصورة بالمقلوب. شايفين جمال الكروت؟ شايفين انتوا لما تقعدوا مع اولادكم وتعلموهم حاجات زي كده؟ شايفين المتعة؟ شايفين تحس ان انت قد ايه بتفيدي ابنك؟ وبمرخص من اي لعبة انت رحت اشتريتيها لابنك وكسرها في نفس اليوم وما استفادش منها اي حاجة غير ان انت خسرتي فلوسك وبس. اهي. نعمل ايه؟ كل ده بنخلصه مع الولاد ونشيله، وفتره لما الكروت توحشهم نطلعها لهم تاني ونشتغل معاهم تاني. ايه حاجه تاني بتبقى جميله قوي قوي؟ يبقى احنا قلنا ما الاختلاف وما الخطأ. من لا ينتمي برضو دي بتساعد في الرياضيات جدا جدا جدا. ده كل ده ما قبل الاكاديمي. طب الوقت عدى ما عداش، احنا نستمر عادي جدا جدا. معلش المساحه مبهدلاني في موضوع التصوير بالموبايل ده. طب عندنا هنا ايه تاني بقى؟ هنا من لا ينتمي اهي.
فين الورقه بتاعتها؟ ادي الكارت بتاعها اهو. من لا ينتمي. والالعاب دي موجوده كلها على اليوتيوب وعلى الفيس وكله، بس طبعا لما اجيبهم لهم كروت كده افضل بكتير. يعني بصوا ايه الحاجه المختلفه. طبعا عندنا سماعه وعندنا حقنه، والكوره ملهاش علاقه خالص، يبقى الحاجه اللي مش بتنتمي للمجموعه هي الكوره اهو. انتوا بقى هتفهموا طبعا مجرد ما تشوفوها اساسا. من لا ينتمي. خلوا ولادكم قاعدين يتفرجوا معاكم ويحلوا ويجاوبوا. وهكذا وهكذا لاخر الكروت. شايفين قد ايه؟ شايفين كروت قد ايه؟ كتيره 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 جدا 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 عن من لا ينتمي. طيب احنا اشتغلنا الاكاديمي واشتغلنا مع الولاد الحاجات دي كلها، ودربناهم على الحاجات الكبيره والحاجات الصغيره، وجبنا لهم حاجات يرتبوها من الاكبر للاصغر ومن الاصغر للاكبر، وقلنا لهم طلعوا الاكبر حاجه في المجموعه واصغر حاجه في المجموعه. طب طلع لي مثلا، تصنف لي، يعني حط له حاجات كتيره كتيره، اقول له طلع لي المكعبات بس، طلع لي مش عارف، حط له اقلام ومساطر وحاجات، طلع لي الاقلام بس. ده اسمه التصنيف، ان هو الايه؟ التصنيف. الاقلام هنحطها كلها هنا والمساطر هنحطها كلها هنا، او مثلا حاجات مع بعضها من المكعبات، طلع لي اللون الاحمر هنا، طلع لي اللون الاخضر هنا، طلع لي اللون الازرق هنا. تمام؟ ده اسمه برضو ايه؟ اسمه تصنيف. بدات بقى ادي الارقام. بدات ادي الارقام. ممنوع نتنقل من رقم لرقم الا لما يتقن الرقم تماما. يتقن الرقم تماما. طيب لقينا في ناس يعني الولاد في مستوعبين اصلا لما نيجي نعلمهم عارفين الارقام بالعربي 1 2 3 وكده، نيجي نديهم بقى بالماث بالديجيت يقف ما يعرفش، وفي اللي بيعرف وبيكمل. طيب اللي ما بيعرفش ده يبقى لازم تعرفيه الارقام بالعربي الاول، لازم يعرف الارقام بالعربي، بعد كده تدخلوها له بالماث. طيب انا بدي رقم واحد. رقم واحد يعني لازم اديله وقته وياخد وقته في الشرح عشان كمان المخ يدركه. واحد يعني حاجه واحده بس. واحد يعني ده لازم يعرف مدلول الرقم على ايديه على صوابعه. ده واحد، وده قلم واحد، وده كتاب واحد، ودي شنطه واحده. طب طلع واحد على ايديك او طلع وان على ايديك اهو. خلاص؟ ويلا ارسم تفاحه واحده، ارسم كره واحده، ارسم ورده واحده، ارسم قطه واحده. طب يلا فين واحد؟ فين واحد؟ اكتب واحد. يلا نكتب واحد، يلا واكتب له انت واحد. ده اسمه ايه؟ واحد. ده اسمه ايه؟ واحد. لازم هو ينطق اسم الحرف ويشاور على، ينطق اسم الرقم ويشاور على الرقم. يعني ايه؟ يعني يستدعي اسمه ويستدعي صورته. يعني انا لما اكتب له واحد او وان كده واشاور له ده اسمه ايه؟ يقول لك اسمه وان، وده الاصعب ان بيستدعي اسم الحاجه اللي قدامه. لكن لو انت كتبتي له قلت له ايه فين الوان، هيشاور لك على الوان من وسط الارقام مثلا. تمام؟ فيا اما انت تقولي له هو يشاور، او لازم تكتبه له هو اللي يقول الاسم. هنيجي عند التو او الاثنين. اتنين لازم اطلع مدلول الرقم على ايديا. طيب يلا فين؟ دول كام قلم؟ دول قلمين. دول كام قلم؟ دول قلمين. طيب طلع لي من هنا من المجموعه اللي قدامك دي قلمين. طلع لي، هات لي كراستين. طب هات لي كله اتنين. طب يلا اكتب لي اتنين. يلا نكتب اتنين. بعد كده انت تكتبي اتنين كبيره عشان يلونها. ده رقم ايه؟ ده رقم اتنين. طب يلا نروح ناخد بقى الواحد مع الاتنين بعد كده. واحد اتنين. طلع اتنين على ايديك، لازم مدلول الرقم على صوابع الايد. طلع واحد على ايديك، ده واحد على ايديا. طيب ده كام قلم؟ ده واحد. ودول كام؟ دول اتنين. تمام؟ طب مين الاكبر؟ تعال نشوف كده. وتحطي قلم واحد، للاسف مفيش قلم تاني هنا، ادي القلم واحد اهو، ودول اتنين. مين الاكبر؟ مين الاكبر؟ وتقوم عاملين له بالحاجات الاول، حطي مكعب وحطي مكعبين. مين الاكبر؟ الواحد ولا اتنين؟ طبيعي بنظره عينه، علشان انت معوداه على الاكبر وعلى الاصغر، هيعرف ان الاتنين هي الاكبر، لان انت مدرباه قبل كده على الكبير وعلى الصغير في الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها. فطبعا ده هيسهل عليه جدا ان يعرف مين الكبير ومين الصغير. هندخل على الثلاثة او الثري.
نفس القصة ونفس الطريقة. ادي دي اسمها 3 3، او لو بتقولها له بالعربي او بالانجلش 3 3، ونطلع 3 على ايدينا. طب تعالى عد لي صوابع شوفهم كده فعلا 3 1 2 3. لو بتقولها له بالماث 1 2 3، يبقى دول كام؟ 3 3. في العربي دول كام؟ 1 2 3 3. طب يلا طلع لي 3 كروت من اللي قدامنا. 3 كروت 3 كروت. ادي 1 2 3. ادي كده كام كارت؟ 3 كروت. برافو عليك. طب يلا ارسم لي 3 وردات، ارسم لي 3 مثلثات او 3 دواير عشان يبقى سهل عليه. طب يلا بقى نوصل. بعد ما يتقن 3 واهم حاجه المدلول على الايد، نبدا بقى ندخل الواحد والاثنين معاهم ونحط مكعب واحد، مكعبين، 3 مكعبات. مين الاكبر؟ ال3 مكعبات. يبقى عارف ان رقم 3 هو الاكبر، لان لازم تحطي له الرقم جنب مدلول للرقم. مدلول الرقم دي الكميه بتاعه الرقم دي ايه؟ الثلاثه. هي الثلاثه شكلها اكتر، ده 3 مكعبات، لكن دول 2 لكن دول 1. طب مين الاكبر؟ الثلاثه ولا الواحد؟ الواحد. طب مين الاكبر؟ الاثنين ولا الواحد؟ الاثنين. كل ده حاجات قدامكم، مكعب، مكعبين، 3 مكعبات، ويشوف ويعمل، او قلم، قلمين، 3 اقلام، ويشوف، وهكذا لحد ما نخلص لحد 10. عدينا ب10 لحد رقم 10 بسلام، الدنيا هتمشي تمام. بعد ما بنعمل كده، احنا التدريبات اللي بنعملها جوه الارقام دي بتسهل لنا بعد كده اكبر من واصغر من، تصاعدي وتنازلي، ايه تاني، اكمل بنفس التسلسل، وايه تاني، والتصنيف، وطلع اكبر رقم وطلع اصغر رقم، والجمع والطرح، وكل ده بعد كده بيسهل لنا ايه التدريبات اللي انا بعملها وانا بدي الارقام. اهم حاجه التدريبات اللي انا بعملها وانا بكتب الارقام نفسها. تمام يا جماعه؟ هو دي كل الحكايه، وان شاء الله باذن الله ما يبقاش في اي مشكله. الطفل هيتعدى الموضوع ده امتى؟ تبع قدرات كل طفل، دي فروق فرديه. في طفل مجرد ما تشتغلي معاه مهارات ما قبل الرياضيات، الدنيا بتيجي معاه بسرعه جدا. مجرد ما بتدي كل رقم حقه في الشرح وفي التوضيح، وانك تدي معاه حاجات حياتيه وحاجات عينيه كده، وتوري له المدلول بتاعه، بينجز بسرعه. وفي طفل بيبقى غصب عنه الموضوع بياخد معاه وقت. مهم قوي ان نعرف نمط ابني ايه، نمط ابني في التعليم ايه. هل لما بيسمع الحاجه كتير بتثبت؟ هل لما بيكتبها كتير بصري بتثبت؟ هل لما يسمع ويكتب الاثنين مع بعض بتثبت؟ لازم كل ام وكل معلمه بتتعامل مع طفل تبقى عارفه اللي بتتعامل معاه ده نمط التعليم بتاعه ايه يا جماعه. دي بتفرق جدا من طفل لطفل. في طفل يقعد يسمع كتير تثبت معاه المعلومه، في طفل لازم يكتب ويشوف الحاجه تثبت معاه المعلومه، في طفل لازم يلمس الحاجه ويمسكها وهو باصص عليها، يمسك الرقم، يمسك واحد اهو، واحد اهو، ده واحد، ويلمسه ويبص عليه ويسمع اسمه. فنركز في نمط التعلم بتاع الاطفال. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش في اللايك يا جماعه، بليز ما تنسونيش في اللايك، لان اللايكات قليله جدا وده بيأثر على ظهور الفيديوهات للناس. فمن فضلكم لايك، واللي مش مشترك يتفضل ينورني في القناه ويفعل زر الجرس على الكل، علشان كل فيديو انزله يوصل لكم على طول ان شاء الله باذن الله. واستنوني في الفيديو القادم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.